السلام عليكم البنات، خياتي امهاتي الغاليات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومهنيين وصحتكم مليحه. وقت اللي يدخل عليكم هذا الفيديو بغيتكم كامل تصليوا وتسلموا على رسولنا الكريم عليه افضل الصلاه وازكى تسليم. نقول لكم توحشتكم بزاف وهاني جيت نطلع عليكم. نشكركم بزاف على حبكم وعلى دعمكم، على تعليقاتكم الرائعه. واليوم راني فرحانه بزاف. علاش راني فرحانه؟ لانه نفرح كل ما نحط لكم فيديو في مسكم عليه غير باش نشوف ونقرا تعليقاتكم الشابه اللي تخلوهم لي. هذا يدل على طيبه اخلاقكم. ان شاء الله ربي يفرحكم دنيا واخره، وربي سبحانه يعطيكم حتى يرضيكم. لا فيديو تاع اليوم بزاف شابه متنوعه، فيها من كل فن شويه، يعني راح تدخلي تستفادي، تتحفزي تتنشطي شويه، وتدي وصفه بزاف سهله ديريها في وقفه لوليداتك، ديريها لهم فطور ولا عشاء، وزيد راح تستفادي من الموضوع المهم اللي جيت نهضر لكم عليه اليوم. الروتين راهو باين خياتي، انا دائما كما تعرفوني نحبكم راكم تشوفوا في الروتين، وفي نفس الوقت راني نهضر على الموضوع اللي جيت نتكلم عليه اليوم واللي نتوما طلبتوه مني بكثره. كنتوا خليتوا لي بزاف في التعليقات تاع الفيديو اللي درته لكم المره اللي فاتت تاع كيفاش تغيري ابنك من تلميذ فاشل الى تلميذ ناجح. كنتوا خليتوا لي بزاف تعليقات تاع العصبيه. كاين بزاف امهات راهم يعانيوا من العصبيه. كاين اللي قالت لي انا ام عصبيه ما نعرفش كيفاش نتعامل مع وليداتي، كاين اللي تقول لي انا راني قاسيه بزاف مع ولادي، كاين اللي تقول لي انا راني نضربهم ناذيهم زعما بزاف، سواء نضربهم ولا نعنفهم بالكلام اللي ماشي مليح، ومن بعد في الليل كي نجي نرقد نبكي وندم على واش درت. المهم خياتي، قبل ما تكملوا لا فيديو حبيتكم تروحوا تخليوا لي هذيك الجام باش لا فيديو تاعنا توصل اكبر عدد من الناس، والامهات ولا اي وحده سواء ام ولا ماشي ام عندها العصبيه تستفاد من هذا الموضوع، وتخلوا لي ارائكم وتعليقاتكم الرائعه اللي كما دايما. واللي فنيانه وما تحبش تكتب تعليق فانيك معليش، خلي لي لو كان قلب ولا نقطه، وبارطاجيو لي هذا الفيديو مع كامل الناس اللي تعرفوها، هكا باش تعم الفائده، تسمعوا نتوما ويسمعوا امهات واحد اخرين حتى هما ويستفادوا. واللي تحب تشوف امل ساميه دايما خياتي، راح نخلي لكم اسم الانستغرام تاعي هنا في اعلى الفيديو، وراح نخلي لكم ثانيك رابط الانستغرام ورابط صفحتي على الفيسبوك في تعليق مثبت. تدخلوا الاول تعليق تاعي راح تلقاوني ثمك مخليت لكم الروابط في زوج تاع الانستغرام وتاع صفحتي على الفيسبوك، لانه في الانستغرام والفيسبوك راني ناشطه بشكل يومي خياتي، ماشي كيما اليوتيوب ما رانيش، راني تقريبا ندير لكم فيديو واحد ولا زوج في السمانه، ما رانيش متواجده يوميا لانه شويه اليوتيوب صعيب، بصح في الانستغرام والفيسبوك راني ثماك يوميا. حبيتكم كامل تجوا ثماك، مرحبا بكم خياتي، وتخلوا لي ميساج تاعكم وتقولوا لي جيناك من اليوتيوب. ونرجعوا لموضوعنا، وكيما يقول لك الهضره والمغزل، راكي تشوفي في الروتين باش حتى انت تتحفزي وتنشطي شويه وتنوضي لهذيك الدويره، و ميم طون راكي حله وذنيك مليح وتسمعي فيا واش راني نقول. حبيتكم كامل خياتي تحلوا وذنيكم مليح مليح وتسمعوني واش راح نقول لكم. كل ام راهي حابه تتغير الاحسن، كل ام راهي حابه تتبدل. نقول لك ما كاش اللي راح يجي يشد لك يدك ويقول لك يلا نوضي افطني لازم تتغيري. نقول لك لازم انتيا هي اللي تعاوني نفسك بنفسك وتعالجي روحك بروحك. كل وحده فيكم كما قلت لكم راهي تسمع فيا لازم تدي قرار اليوم، وتبقاي نهار يضمن نهار وتخلي العصبيه تدمرك وتدمر وليداتك اللي ما عندهم حتى ذنب. هنا لازم تفهمي روحك من الداخل واش راكي حابه وعلاش وشنو هي الاسباب اللي خلاتك تتعصبي. انا راح نعطيك مجموعه من الاسباب باش نسهلها عليك وتفهمي روحك انت كيفاش راكي دايره من الداخل. والسبب الرئيسي لهذه العصبية واللي هي كثرة المشاكل والمسؤوليات وكثرة الضغوطات اليومية، كيما شغل الدار، تربية الأولاد وقرايتهم، مسؤولية الزوج، وكاين اللي ساكنه معنا سلبيت وعندها مسؤوليه كبيره الله غالب، وكاين اللي عندها مسؤوليه العمل يعني خدامه برا وتزيد تخدم لداخل. وكي تحسي روحك باللي راه عندك بزاف مسؤوليات وضغوطات هنايا بلا ما تحسي تلقاي روحك عندك عصبيه. اول حاجه نوصيكم عليها خياتي واللي هي تنظيم الوقت. نظموا وقتكم، والله العظيم غير تنظيم الوقت ينقص عليك الضغط ويخليك انسانه مرتاحه في حياتك. لازم تمشي بالورقه والستيلو. كل وحده حابه تنجح في حياتها وحابه تتخلص من الضغط ومن العصبيه لازم تمشي بالورقه والستيلو. اليوم هاوش عندي، غدوه ان شاء الله تكتب واش عندها، هكا باش تعرف المسؤوليات اللي راهم عندها مثلا ولا الخدمه اللي راهي عندها. ما تخلوش الشغل يتراكم عليكم. شوفوا تنظيم الوقت راح يخليك كما قلت
لك دايما مرتاحة في حياتك. لازم كل حاجة في وقتها وكل حاجة في بلاصتها، وما رانيش على الناس اللي مراض ولا الناس اللي ما تقدرش، راني على اللي بصحتها ما شاء الله وتلقايها تتكاسل ويحكم هذاك التفنيين وتضيع وقتها غير في الرقاد. كل ما كنتي منظمة، كل ما كنتي إنسانة مرتاحة نفسيا، وما تكونش عندك ضغوطات وما تكونش عندك هذيك العصبية الزايدة سواء مع وليداتك ولا مع الزوج تاعك. قولوا لي برك أولادكم عندهم 10 منك، ياك عندهم غير واحدة برك، لو كان تروحي انتيا مساكن يبقاو هكاك يبقاو بلاش. خموا غير في هذه الحاجة، انتي الوحيدة اللي راكي كيما يقول لك واقفة على وليداتك. لو كان ما كاش انتي راح يتمرمدوا وراح ينحقروا وراح يصرى لهم كل شيء. خمي غير في هذه الحاجة باش تخليك تنقصي من العصبية وتكوني قد المسؤولية. أعطي أغلب وقتك لولادك، مع الصباح ديري فطور وحشة وتهني على ضربة هكا باش العشية تكوني مهنية وفارغة غير لوليداتك. القاطو كيف ديري نهار في السمانة اصنعي فيه باسينة معمرة باش تتهناي 3 أيام 4 أيام على ضربة ثانيك، ماشي تبقاي دايما مضغوطة مع الشغل ومع التنبير ويجي أي واحد موليداتك يهضر معاك اطيري فيه. والكارثة الكبرى نهار تجي تقريهم تبداي تطيري هنا ولهيه، ومن بعد تقولي لي وليدي ما حبش يقرا. سبب واحد آخر ثاني اللي يخلي الأم تكون عصبية، واللي هي كي كانت صغيرة تعرضت للإيذاء من طرف والديها سواء من الأم ولا من الأب. كاين اللي كانوا يضربوها ولا يعايروها ولا حتى يسبوها وهي على بالها بلي الحاجة ماشي مليحة، بصح ديرها مع وليداتها الله غالب. سبب واحد آخر ثاني واللي هو عدم الرضا بالمعيشة تاعك، وتقارني نفسك بصاحبتك وبجارتك وبختك وبناس واحد آخرين. هي علاش دارت هكا وأنا ما درتش، هي علاش عندها وأنا ما عنديش، هي علاش خرجت وأنا ما خرجت. تقريبا هذو هما الأسباب اللي خلوا تكون عندك العصبية بزيادة. ونقول لك حبيبتي لازم في الليل كي تحكمي بلاصتك تراجعي نفسك وتشوفي الحاجة اللي راهي مخلياتك مضغوطة من هذه الأسباب اللي عطيتهم لك، وتجاهدي وتصلحي نفسك قبل فوات الأوان وقبل ما تدمري وليداتك وتدمري نفسك. ومن بعد يجي الوقت وين تندمي خاصة على وليداتك لأنه راح تخسريهم بهذه العصبية تاعك. على بالي كي تجي وتقول لي نعرف واش معناها التربية، وعلى بالي بلي التربية الإيجابية هي اللي مليحة وما لازمش نتعصب على ولادي. بصح الله غالب ما نقدرش نتحكم في أعصابي ونسيطر على الغضب اللي يحكمني كي نكون مع وليداتي. معليش خياتي أنا راني هنايا راح نقول لكم كيفاش تقدري تسيطري على الغضب وعلى العصبية اللي تكون بينك وبين وليداتك، لأنه أنا ثانيك حتى أنا ساعات العصبية تسيطر عليا. يعني هذه حاجة تجي الكامل الأمهات. صح ردوا بالكم، ماشي لازم كي نهضروا على التربية معناها ما لازمش تغلطي كاع، لا العصبية عادي تصرى لأي وحدة مع ولادها، بصح ما لازمش تولي عادة ديريها دايما. قادر نتعصب على ولادي في أي لحظة، قادر نقول كلمة لولادي وما كانش لازم عليا نقولها، قادر نتصرف مع ولادي كاش تصرف ما كانش لازم عليا نديرو. الغلط ماشي في حاجة نديرها مرة في الزمان ولا كيما نقولوا منين ذاك. الغلط أنه كي نستمر في هذيك الغلطة، كي تولي لك عادة ديريها دايما وكل يوم مع ولادك، هذه هي اللي راح تأثر على نفسيتهم، وبالتالي ما راحش يكونوا ملاح وما راحش يترباو تربية سليمة. ما كاش وحدة فيكم تجي تقول لي ما نقدرش كيفاش نسيطر على العصبية تاعي. ونقول لك تأكدي باللي في الغضب وفي العصبية كاين شر كبير. ديري حاجات من بعد راح تندمي عليهم. وتسمعني في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما جالي هذاك الصحابي وقال له يا رسول الله أوصيني، قال له لا تغضب. عاودها له 3 مرات، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. هنا وش معناتها؟ ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم وصى وقال لا تغضب، معناتها نقدروا نسيطروا على مشاعر الغضب تاعنا. ولازم علينا نجاهدوا أنفسنا ونتعبوا ونشقاو على تربية وليداتنا تربية صحيحة وتربية سليمة. وثانيك لازم تكون نيتك صادقة. كل وحدة فيكم تدير خطة تمشي عليها مدة طويلة، ماشي ديريها نهار ولا زوج، سمانة ولا زوج وتحبسي ومن بعد تقولي لي لا ما قدرتش نسيطر على الغضب تاعي. لازم تقولي نقدر نحي هذه العصبية الزايدة اللي فيا. كيفاش نحيها؟ أول حاجة بالصلاة، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بها يا بلال. معناتها الصلاة تخليك مرتاحة وهي شرط أساسي اللي يخليك ترتاحي من التعب تاع الدنيا. تجي وحدة تقولي أنا والله ما راني نصليها في وقتها، وراكي عارفة مع تربية ومع الدار ومع الشغل والكوزينة وكنا كما يقول لك وما لحقتش حتى نصليها في وقتها. وكيفاش من بعد تجي تقولي لي والله ماني قادرة نسيطر على الغضب تاعي؟ لا خاطرش انت ما راكيش تقومي بأهم حاجة تسيطر على مشاعر الغضب واللي هي الصلاة. لو كان دايما تخلي الصلاة أولوية في حياتك راح تصليها في وقتها.
وقتها. تليفون تقدري تهضري بالساعه بالساعتين، الجمايع كيف تقدري تجمعي ساعه ولا ساعتين نورمال. هذو كامل ديريهم رغم انه عندك قرايه تاع وليداتك وتربيه وطياب وكوزينه والى اخره. هذا ثانيك راهو وقت ضايع. بدل ما ديري هذو الحاجات روحي صلي صلاتك في وقتها، صليها بنيه انه قلبك يطمئن باش تقدري تسيطري على الغضب تاعك. وهذيك اللي ما تصليش وتقول لك انا عندي عصبيه زايده مع ولادي، هنا حبيبتي نقول لك راجعي نفسك قبل فوات الاوان. حاجه واحده اخرى ثاني كل هي بزاف مهمه واللي هي الذكر. الا بذكر الله تطمئن القلوب. الذكر راهو مفعول تاعو كيما السحر، وكل حاجه تذكريها لازم تتسمعني فيها وتعرفي واش راكي تقولي. ما تضيعيش وقتك في الباطل. اذكري ربي سبحانه وانت تغسلي في معنك وانت تسيقي وانت طيبي. نوصيك انه ما تنساش الورد تاعك اليومي، يا لو كان صفحه في اليوم ومعليش الصفحه ما تديلكش حتى 4 دقائق ولا 5 دقائق، لانه بالذكر الله سبحانه وتعالى ينقص عليك الغضب والعصبيه. كل ما تقربنا من الله سبحانه وتعالى كل ما حسينا بالراحه ونقص علينا هذاك الضغط. مثال نعطيكم واحد المثال صغير على بالي بلي كامل صرنا مع وليداتنا. تكوني تقري في وليدك وهو تلقايه خارج مجال التغطيه، تلقايه يلعب بالستيلو ولا يلعب بصباحتيه ولا تلقايه يشوف في البلافون. هنا على بالي بلي راح تتقلقي وتولي تغلي بزاف. هنا واش راح ديري؟ على بالي قادر تغلطي وديري له كاش حاجه ماشي مليحه. ونقول لك هنايا نوضي توضاي، لأن الرسول عليه الصلاه والسلام قال الغضب من الشيطان والشيطان من نار. باش نطفيو هذيك النار يليق لنا الماء. حتى ولو ما نضتيش توضيتي معليش غسلي يا لو كان وجهك ولا بدلي الوضعيه اللي تكوني فيها باش ينقص عليك الغضب. اذا كنتي قاعده وقفي، واذا كنتي واقفه اقعدي باش هذاك الغضب ينقص عليك شويه وما ديريش حاجه ماشي مليحه ولا تندمي عليها ومن بعد. والله يا خياتي غير لو كان تبعوا هذه الخطوات على بالي بلي راح تتخلصوا كامل من العصبيه. انا يا بالتجربه راني نقول لكم هذه الهضره بالتجربه. حتى انا كما قلت لكم راني ونتقلق وتجيني العصبيه لانه عندي ضغوطات وعندي مسؤوليات. بصح سبحان الله من نروح نتوضا نصلي ولا نوض نغسل وجهي ونبدل الوضعيه اللي نكون فيها ولا نروح نقرا قران ولا نذكر ربي سبحانه ونستغفر ربي سبحانه يعطيني واحد الراحه واحد الطمانينه واحد السكينه. حتى ولو نكون مانيش مليحه ونكون كما يقول لك في حاله ما تتخيلوهاش. بصح سبحان الله ربي سبحانه كل ما قربنا منه كل ما حسينا روحنا ملاح، لانه هذه العصبيه تهلككم وتجيب لكم غير الامراض الخطيره. ان شاء الله ربي يعافيكم اجمعين. خموا في صحتكم، خموا في وليداتكم قبل ما تهلكوهم. ما عندهمش من غيركم، عندهم غير نتوما. وانتم ثانيك خموا وتعزموا الامر وتوكلوا على ربي سبحانه انه راح تتغيروا الاحسن. والله العظيم غير ربي سبحانه راح يوفقكم ويسركم اموركم ويوصلكم للحاجه اللي راكم حابينها. برك ابداي ديري الكوراج، ما تبقاش كل يوم غدوه حتى تلقاي الوقت فاتك. المهم خياتي هنايا كنت كملت الموضوع تاعي، ان شاء الله يفيدكم. وعلى بالي لو كان كما يقول لك تطبقوا كاع واش قلت لكم والله غير راح تستفادوا باذن الله. هنا بعد اللي كملت كامل الشغل تاعي وكملت الروتين تاعي كما شفتوه، رحت لازم ندير هذيك الباوز وندير هذيك القعده الخفيفه نعطي فيها وقت راحه لعمري. حطيت هذيك القهوه الكحله المره باش نقعد بها راسي. هذيك الحبيبه تاع الكاطو بصح والله ما كليتها حطيتها برك. وهنا خياتي يشتو بعد اللي تكون الحاله كما يقول لك كنقيه ونفحفح الله نحبوا ندخلوا كامل الكوزينه. واش نقول لكم جبت لكم وصفه بزاف سهله وفي وقفه ديريها. انا تعرفوني نقول لكم نحب غير الحاجات في وقفه ديريها. المهم فطور ولا حشا كيما تحبي ديري. انا كنت درت حشا لوليداتي خفيف ظريف وحاجه بنينه يحبوها كامل وليداتنا. والاهم انا خفيفه سيرتو كي ديريها في الليل. هنا كما راكم تشوفوا هذا الروز اللي يجيكم بزاف بنين، واجنحه الدجاج اللي طيبتهم وحمرتهم غير في المقله. هذا مكان. رحت هنايا جيبي هذاك الطبسي تاعك ولا جيبي اي حاجه عندك تكوني منقيه هذوك الجناحتين تاعك ولا واش تحبي. المهم انا درتها بالجناحتين وجات ما شاء الله. حطيت في ذاك الطبسي كميه مليحه تاع الزيت ودرت فيها شويه تاع الفلفل الكحل وندير شويه تاع راس الحانوت شويه تاع الكركم وزنجبيل وشويه تاع الفلفل العكري ولا فلفل الاحمر وشويه ملح اكيد. هنا المهم لي زيبيس اللي ديري اللي تحبيهم. لكن عندك تاع الدجاج زيديهم. انا ما كانوش عندي درت غير هذو وجاو بنان ما شاء الله. وتزيدي معاهم من نص مغرف حتى المغرف صغيره طوماطيش تاع الباطا وتحركي هذاك الخليطه تاعك كامل وتحكمي هذوك الجناحتين تثقبيهم بالموس كيما راكم تشوفوا فيا. ومن بعد تغطسيهم كامل في هذاك الخليط تاع لي زيبيس وهذاك تاع وهذاك الزيت. غطسيهم رمديهم مرمديهم ديري لهم كيما تحبي. المهم دخلي لهم
تقطعيهم مليح مليح. هذوك لي زيبيس حبيتي تخليهم يشربوا، انا ما كانش عندي الوقت والله ما خليتهم يشربوا، بصح انتم لا كان عندكم الوقت معليش ديروهم كاش ربع ساعه ولا 20 دقيقه من قبل، ومن بعد روحوا طيبوهم. هنا بعد اللي كملتهم كامل جيبي المقله تاعك، ولا لا كان عندك طاجين كبير معليش ديري مغرف كبيره معمره مليح تاع المارغرين مع 3 مغارف تاع الزيت، خليهم يسخنوا غير شويه، ومن بعد حطي هذوك الجناحتين تاعك كيما راكم تشوفوا فيا، وغطيوهم. تحبوا ما تغطيهمش ثانيك عادي، 3 دقائق 4 دقائق، وقلبيهم كل مره على جهه، تبقاي تقلبي فيهم حتى اللي يحمروا لك من كامل الجوايه. بصح حنا شوفوا خياتي في الاول النار تكون قويه، غير قد ما يدوا هذيك التحميره شويه نقصوا للنار كامل في التالي، وخلوهم باش يطيبوا على غرضهم، لانه كي تنقصوا لهم راح يطيبوا، ولو كان تبقى النار دائما زايده هناك شغل راح يطيبوا لكم غير من برا، ومن الداخل يبقاو شويه خضرين. ومن بعد تجيبي طاجين واحد اخر ديري فيه ثانيك مغرف كبيره معمره مليح تاع المارغرين، ديري 4 مغارف ولا 5 تاع الزيت على حسب الكميه تاع الروز، انا دوك درت غير شويه. ايا ديري فيها هذيك شويه تاع الفرميسال، العبر اللي تحبي الفرميسال عادي، انا كنت درت غير كاس تاع لاتاي، قلت لكم ما كثرتش الروز. هذاك الكاس تاع لاتاي تاع الفرميسال تحمروه مليح في هذيك الزيت والزبده، ومن بعد اللي يتحمر مليح مليح كيما شفتوا لا كولور تاعو تولي مارو، تجيبوا هذاك الكاس تاع الروز، انا درت غير كاس تاع الروز كنت غسلته وخليته نشف، انتم على حسب افراد العائله، الا كان عندكم عائله كبيره كثروا. ايا وزيدوا لهم لي زيبيس، ديروا شويه نص عود تاع قرفه، ديروا شويه فلفل كحل، الزنجبيل، كركم، راس الحانوت، كاع واش عندكم لي زيبيس ديروا، لانه يجي بزاف بزاف بنين تاكلوه بلا لاصوص، وشويه تاع الملح، ومن بعد ورقه تاع الرند، ومرقوا درتوا عبار تاع الروز، ديروا 2 عبار تاع الماء، وزيدوا نص عبار واحد اخر على جال هذيك الفرميسيل باش هي ثاني كطيب ويجيكم سوا معناتها عبار تاع الروز ب2 عبار تاع الماء، وهذيك الفرميسيل دائما زيدوا لها نص عبار تاع الماء. هذا الروز خياتي شوفوا جربوه ردوا لي الخبر، يجي بزاف بنين ويجي خفيف على يجي خفيف هكا على ليستوما سيرتو في الليل، وتاكليه بلا لاصوص لا مرقه لا والو، كيما راهو تاكليه، سيرتو كي يكون دافي زعما كي تاكلوه ما تخلوش حتى يبرد، كولوه هو سخون ولا دافي. تبقاو هذوك الجناحتين كيما قلت لكم تحمروا فيهم حتى يطيبوا، وهذا ما كان تحكمي هذاك الروز بعد اللي يطيب كيما شتوه يطيب لكم على حبه، يجي ما شاء الله. حطي هذاك الروز تاعك وذوك الجناحتين، وهنا وليداتي يعجبهم بزاف العشاء، وجات بزاف بزاف كيما يقول لك وصفه سهله واقتصاديه، جات بزاف بنينه، جربوها وردوا لي بالخبر. هذه هي لا فيديو تاعي خياتي، ان شاء الله تكون عجبتكم، كنت خفيفه عليكم. اذا عجبتكم ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم المشجعه، اللي نسيت الجام نقول لك روحي ديريها حبيبتي، ونقول لكم تهلاو لي في روحتكم بزاف بزاف، احبكم في الله، مع السلامه، الى فيديو اخر ان شاء الله تعالى.